هقول ايه بس يا اختي في جيراني اللي ما يتعشروش دول ابدا. انت عارفه يا حبيبتي ان انا طول عمري نظيفه وشملوله وحاجتي دايما زي الفل، وده علشان بقى اغسل اول باول، ما خليش غسيل يتكوم على التاني ابدا. لكن تقولي ايه بقى في الجيران اللي بيغيروا مني هيطقوا مني عشان انا نظيفه وشملوله. طب اهو عندك اول امبارح بعد ما غسلت ونشرت ونشيري كان زي الفل، ايه قلت ادلق الميه بتاعت الغسيل، رحت فاتحه الشباك على الاخر ودلقاها في الشارع. اتبي ست ام نجاة اللي ساكنه جنبينا كانت فايته تحت الشباك ونزلت عليها ميه الغسيل غرقتها. بصت لي يا اختي وراحت زعقه: ايه المية دي؟ دي ميه الغسيل يا اختي، عقبال عندكم. وهي مية الغسيل تترمي من الشبابيك برضو يا خالة بامبا؟ اما انت امرك عجب قوي يا ست ام نجاة، ارميها يا اختي مطرح مرميها، انت زعلانه ليه؟ مش عايزاني ازعل يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل على عيونكم، يا صباح مشرق كده بنور الله. وصلوا على الحبيب قلب كتيب. يلا بينا بقى نبتدي الروتين بتاع النهاردة. هقول لكم بقى على كام حاجة كده تعملوها. والنهاردة هيبقى الروتين بتاعنا خفيف خفيف كده، مش هيبقى متعب بقى، ولا في غسيل بقى شبابيك، ولا غسيل تسييق، ولا اي حاجة. هنقول بقى على شوية حاجات كده تساعدك ازاي ان انتي تخلي بيتك طول الوقت نضيف. وهقول كمان على شوية حاجات كده ان شاء الله، نصايح كانت عندي مشكلة، يعني ما كنتش عارفاها، ولما عرفتها فرقت جدا كمان في حياتي اليومية، وان شاء الله تفرق معاكم كتير جدا. اول حاجه انا ابتديت بقى في اوضه البنات ان انا انضفها كده واغير الملايات. النهارده مش هنشيل سجاد، ولا هنشيل، ولا هنسيق، ولا هنعمل كوب ميه، ولا اي حاجه. هقول لكم على شويه حاجات كده. بما ان الشتاء داخل، وطبعا الفرق في التنظيف في الشتاء عن الصيف، ان في الصيف بيبقى الجو حر، وبنبتدي ان احنا نقعد نشيل اول باول السجاد ونسيق ونمسح والحاجات دي. لكن هقول لكم على شويه حاجات انا بعملها والحمد لله بتفضل البيت نضيف وزي الفل كده. هنا الاول انا غيرت الملايات بتاعه اوضه البنات، والملايه دي اللي اختارتها كراميلا كوكي. كارما بنتي يعني هي اللي اختارت، قالت لي انا عايزه الملايه اللي هي الباربي دي، ان انا افرشها لها على السرير. والنهارده بقى حبيت ان انا اعمل الكبرتايه كده بالشكل دوت، عشان انتوا طبعا كل سنه وانتوا طيبين بقى. موسم الشتاء ابتدى، وروايح الشتاء ابتدت ان هي تبان كده. فعشان خاطر لو حد من البنات وهو نايم سقع ولا حاجة، يقدر ان هو يتغطى بيها، ما يقومش يعني، ولا يتعب في حاجة. حطيت بقى كده الفرش بتاع السرير زي ما قلت لكم. هقول لكم طبعا دلوقتي هنعمل ايه. بصوا يا بنات، في الشتاء بما ان الشتاء قرب والحاجات دي، وفي مدارس وفي زحمة، وتلات ارباع الوقت بيبقى ضايع معاكي، ومش بتقدري ان انتي تنضفي البيت على طول التنظيفة العميقة اللي انتي عارفاها دي. هقولك على حاجة. اول ما تصحي من النوم كده تبتدي ان انتي تفتحي الشبابيك وتهوي الدنيا. حتى لو الدنيا بتشتي، حتى لو الجو بيشتي، لازم تفتحي كده الشبابيك وتدخلي هوا جديد لبيتك، وتدخلي يعني طاقة كده إيجابية لبيتك. وتهوي الدنيا كده، وتفتحي الشبابيك بتاعتك والبلكونات، وتخلي الدنيا تمام. ماشي. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى تخشي كده تشغلي قناة القرآن الكريم كده، تملى بركة كده في بيتك، وتديكي طاقة ايجابية، وتديكي كمان كده باور كده ان انت تقومي وتشوفي اللي وراكي. وطبعا كل البيوت كده بتحتاج ذكر الله يعني، عشان خاطر كده تبقى البركة موجودة في كل بيت. ويا رب ببركة ربنا تكون موجودة عندنا جميعا يا رب. وأي حد نفسه في حاجة يحققها له، وكل اللي بيتمنى حاجة يطولها، وكل من وربنا يرزق كل مشتاق يا رب للخلف الصالح إن شاء الله بإذن الله. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. صلي على الحبيب طول ما انت قاعدة كده، صلي على الرسول. هتلاقي كده بيتك كله بركة، ونفسيتك مش تعبانة ومش متضايقة، وحاسة ان كل حاجة قدام عينك كده سهلة، وما فيش حاجة هتقف في حياتك ان شاء الله بإذن الله. تمام. زي ما قلنا نشغل بقى قناة القرآن الكريم كده، وتخشي تعملي لك بقى فطار كده حلو انت والولاد. طبعا المدارس ابتدت، فهقول لك بقى ازاي تقدري ان انت تظبطي يومك كده. اقدر ان انا انام بعد ما البنات يمشوا، ولا اقوم اشوف اللي ورايا؟ يعني اللي عندها ولاد في المدرسة بتفكر لما الولاد ينزلوا المدرسة انام وارتاح منهم، ولا اصحى كده واشوف اللي ورايا.
الأحسن يعني إن أنتِ تصحي كده وتشوفي إيه اللي وراكِ، وتشوفي الحاجات اللي ناقصاكِ، وطبعًا الوقت اللي أنتِ بتبقي قاعداه فاضية كده وما فيش حد في البيت كده وقاعدة عاملة لِك كوباية نسكافيه حلوة كده والّا كوباية قهوة وقاعدة بتفكّري، ممكن تطلّعي أفكار كتير حلوة، أفكار بقى في الأكل، أفكار في حياتِك، تفكّري تجدّدي حياتِك إزاي، تفكّري في أي حاجة جديدة، تفكّري في حاجات جديدة لولادِك هيذاكروا إيه، هياكلوا إيه. حتى لو بتشتغلي كمان من البيت هتقدري إن أنتِ تزوّدي كده أفكارِك وتزوّدي كل الحاجات اللي أنتِ محتاجاها كده والpower في دماغِك. أول ما يمشوا الولاد كده تقومي تعملي لِك كوباية نسكافيه كده والّا كوباية قهوة زي ما قُلنا، وتقعدي كده وتجيبي ورقة وقلم وتشوفي الحاجات اللي ناقصاكِ في بيتِك، الحاجات اللي أنتِ نِفْسِك تجيبيها، الحاجات اللي أنتِ عايزة مثلًا تجيبيها للبيت، الحاجات اللي ناقصة للولاد بالنسبة للهدوم، بالنسبة لأي حاجة. طبعًا الحاجات دي كلّها بتبقى محتاجة تفكير، لمّا بيكون الولاد بقى موجودين معانا كده في البيت بيبقوا دوشِنّا وده بيتكلّم من هنا وده بيتكلّم من هنا وده بيشتكي وده بيشتكي، وطبعًا الحاج صاحب البيت لمّا بيكون موجود برضه بتبقى الدنيا كده إيه، مقفولة، لكن ليكِ ساعتين كده راحة لمّا ولادِك يروحوا كده المدرسة والحاج صاحب البيت كده يروح الشغل، تلاقوا كده وقت فاضي إن أنتم يعني تفكّروا كده وتشوفوا أنتم عايزين إيه كده تعملوه. تمام. ييجوا بقى الولاد، لو طبعًا لسه جوزِك لسه ما جاش من الشغل وجُم الولاد تقدري إن أنتِ تأكّليهم لقمة كده بسيطة مثلًا لغاية لمّا تعملي الغدا، ولو هيناموا ساعة تقدري إن أنتِ تنامي معاهم ساعة. بس أهم حاجة إن أنتِ تكوني قُمتِ خلّصتِ بيتِك، خلّصتِ أكلِك، شُفتِ الحاجات اللي ناقصاكِ في بيتِك، شُفتِ الحاجات اللي محتاجاها، تناموا كده ساعة، وبعد كده يقوموا بقى يشوفوا إذا كان وراهم واجب بقى والّا وراهم مذاكرة وتقعدي تساعديهم، هتلاقي نفسِك كده دماغِك مرتاحة وفايقة الدنيا تمام. تمام. دي حاجة يعني تقدري إن أنتِ تعمليها وإن شاء الله تنفع معاكم كده، واللي بيوافقني على الرأي بتاعي يكتب لي كده في الكومنتات ويقول لي. تمام. وكمان حابة إن أنا أعرف أنتم اللي بتتفرج عليَّ منين، وطبعًا مش هاقول لكم زي كل مرة، يسعدني طبعًا ويشرفني إن أنتم أي حد جديد يشترك عندي في القناة ويبقى ضيف أو بيفضل يبقى مش ضيف، يبقى فرد كده من العيلة بتاعتنا، والقناة تكبر مع بعض كده ونبقى عيلة كبيرة مع بعض. بجد يا بنات والله أنا باتبسط بكل كومنت بييجي لي إن كان إيجابي، ولو كومنت فيه نصيحة أو أي حاجة طبعًا باتبسط منه، واللي باقدر إن أنا أعمله باعمله، والله أنا على قد ما باقدر باعمل فيديوهات. طبعًا أنتم عارفين أيام المدارس وكده مش على طول بنعمل فيديوهات، بيبقى الوقت ضيق بقى والمدارس والدروس والمذاكرة، وعلى قد ما باقدر كده باقدر إن أنا أصور معاكم فيديوهات كده، وإن شاء الله نعمل فيديوهات كتير مع بعض. خلصت أوضة البنات و ابتديت إن أنا كنستها كمان بالمكنسة اللي بالكهربا زي ما قُلت لكم في أول الفيديو، على شوية حاجات كده هتنفعنا، وهي المكنسة اللي بالكهربا دي بتبقى منجزة بصراحة في الشتا بالذات، يعني بتريح كده وبتخليكِ ما تقعديش تشيلي وتحطي في السجاد كتير، وميزتها كمان إن هي بتشفط أي تراب حتى لو أنتِ بتكنسي بمكنسة عادية، مش يعني مش بتطلّع التراب اللي بيبقى جوّه السجادة، لكن المكنسة الكهربائية دي بتشفط أي تراب ناعم بيكون موجود جوّه السجادة، وبتخلّي السجادة عندِك نضيفة وزي الفل. طبعًا نخلّيها عندنا حاجة أو يعني أولية كده في الشتا، لإن طبعًا إحنا مش هنشيل السجاد وننفّض كل يوم، لإن الدنيا بتبقى بتشتي، وبتبقى البلكونات بقى مليانة مَيّة والشوارع مليانة مَيّة كده. عندِك سجاد فاتح تقدري إن أنتِ تحطّي عليه أي بطانية قديمة، سجادة قديمة عندِك، cover، أي حاجة عشان تحافظي على السجاد بتاعِك طول الشتا كده ما يتوسخش وما يتبهدلش من الطينة والحاجات دي. هنا أنا لمّا دخلت على الصالة ابتديت إن أنا أشيل المساند بتاعة الرُكنة، وشفطت الكنب نفسه بالمكنسة الكهربائية كده، عشان ساعات بيبقى فيه ممكن تبقى فيه نمل، ممكن يبقى فيه فتافيت أكل كده مكان الأطفال، ممكن يبقى فيه أي حاجة، تقدري إن أنتِ المكنسة تشفطها. لو نفضتيه مهما نفضتيه هيتنطور في كل حتة ومش هيتنفض زي ما المكنسة كده هتشفطه معاكِ. تشفطي كده بالمكنسة اللي بالكهربا، وبعد كده هارجّع تاني المساند بتاعة الكنب زي ما كانت تاني. والله يا بنات يعني دي مشكلة موجودة في كل البيوت وهاقول لكم عليها،
انا خلصت الفيديو من هنا، والاوضه بتاعت البنات كانت تضرب تقلب من هنا تاني. كارما بقى ابتدت ان هي تاخد اللعب بتاعتها وتكبها تاني في الارض، ونورسين ابتدت ان هي تطلع الكراسات والكشاكيل بتاعتها وتكتب الواجب بتاعها، وكارما قعدت تلعب على الزحليقه. ويعني ما اقولكوش، يعني انا لو صورت لكم الاوضه بعد ما خلصت ترويقها كده مش هتتوقعوا ان هي دي اللي انا لسه كنت بروقها معاكم دلوقتي. فيعني ربنا يخليهم لينا يا رب دايما، ويجمع يخلي يحسهم كده في الدنيا، ويلعبوا ويبهدلوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه، واحنا نروق ورا منهم. وطبعا لو حاجات بسيطة يقدروا ان هم يساعدوكي فيها، علميهم ان هم يساعدوكي في ان هو يعني من اتلف شيء فعليه باصلاحه. انا لما كارما بتوقع المكعبات واللعب بتاعتها في الارض بخليها تلعب براحتها، بس بخليها في الاخر ان هي تلمهم تاني عشان تعرف ان الحاجه اللي هي بتبهدلها تقدر ان هي تعملها. لكن طبعا لو حاجات تقيله وكده طبعا انا اللي بعملها، يعني مش بخلي حد غيري يعملها. انا في اليوم دوت كان عندي اكل من قبل منها بيوم، كنت عامله لهم كده مكرونه بشاميل وبطاطس محمره وبانيه وكده، وفاضل عندي باقي الاكل، فطبعا ما عملتش اكل ايه النهارده. طبعا لو لسه مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما تبخليش عليا بلايك كده حلو وكومنت كده ودعوه حلوه منك، ولو مش مشتركه في القناه تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا بقى الغسيل اللي انا لميته، كنت غسلت دوره كده وانا بخلص الصاله يعني، وبعد كده الدوره الاخيره دي انا حطيتها وقلت عقبال ما اغسل المواعين تكون هي خلصت، ونيجي بقى لفقره الدوشه وهي غسيل المواعين. بصوا يا بنات، انا صراحه بحب غسيل المواعين جدا، وبحب ان انا اقف كده في المطبخ، وبالذات كمان لما يعني ساعات بحس ان انا بسيبه لغايه لما يتكركب خالص عشان اخش بقى واغسل كده المواعين وانضف الارض وانضف كل حاجه، عشان لما اخلص احس بفرق، يعني فاهمين قصدي؟ بحس كده بفرق طبعا في الشكل من قبل وبعد، واذا كان في مواعين وكده. هنا كنت ساعة يعني كنا اتغدينا بقى، والبنات كنت بديهم الاطباق يعني نورسين عشان تحطها، وكانت بتحط الاطباق في الحوض بالاكل بتاعها. طبعا انا نسيت ان انا يعني انبهها للمعلومه دي. ففي بقى اكل مكان المكرونه واكل كده في الحوض. انا مش بحب اخلي الاكل كده ينزل في الحوض عشان خاطر ما يعملش سدد يعني ولا حاجه. بس يعني ايه المره دي كده مش مهم، عشان كده كده كانت نورسين بتساعدني، وبعد كده بقول لها هنا الألمونيا بتاعتي انا بحب ادعكها بالصابون البلدي. هتقولي لي الصابون البلدي يا ام نورسين بتجيبيه منين؟ الصابون البلدي ده انا بعمله في البيت من بواقي الزيت المستعمل بتاع القلي، قلي سمك، قلي بطاطس، قلي بتنجان، قلي اي قلي عندي. وساعات كمان بخلي ماما وبخلي اخوات جوزي وبخلي يعني ايه كل اللي حواليا كده اللي عنده زيت يجيبهولي. عارفين اللي بيمشي يشتري الزيت من الشارع؟ انا بعد كده بقى ناقص ان انا اشتري الزيت المستعمل دوت من الشارع كده زي الراجل اللي بيمشي بالعربية. بقول لهم بقى اي حد عنده زيت خلوهولي انا عايزاه، وبعمل منه صابون بلدي. بقطع كده تبقى القطع بتاعتي صغيره، يعني مش بخليها كبيره عشان خاطر كده كده الصابونه لما بتفضل على الحوض كتير بتبوش مني. فبخليها قطع صغيره على اساس ان انا يعني اخلصها قبل ما تبوش. الكزرونه ديت كنت غاليه فيها لبن، وكان لبن من عند حد يعني كان لسه فاتح جديد كده، وقلت اجربه، وبصراحه اللبن طلع مش حلو كده، وفيه بودرة من جوه. يعني انتوا لو تشوفوا الطبقة المحروقة اللي من تحت دي، ده انا غليته مرة واحدة بس وعمل الطبقة دي. فلو انتي اول مرة تاخدي تعرفي المعلومة دي، اللبن بتاعك لما تغليه ويعمل طبقة محروقة كده من تحت، ده بيبقى متزود لبن بودرة، ومش بيبقى لبن يعني صافي كده ولبن نضيف اللي هو الحليب يعني. عشان اخواتنا اللي في الدول العربية كده اللي بيتفرجوا على الفيديو كده يبقوا عارفين انا اقصد ايه. بصوا بقى الصابون البلدي بيخلي الألمونيا بتلمع. والله يا بنات انا نفسي اجيب طقم جرانيت، بس كل ما اشوف كده الألمونيا وهي بتلمع بتفرح كده، يعني عارفين بتشرح قلبي كده من جوه ان انا لا مش عايزه اجيب طقم جرانيت، خليني بقى في الألمونيا حلوه. بصوا بتلمع من لف يعني بالسلكه الناعمه كده، والصابونه البلدي بخليها بتلمع. هنا بقى هنضف هنا بقى الحوض الاول، وبعد كده ارجع لكم تاني طبعا عشان خاطر شلت الاكل بقى اللي كان مكبوب كده في الحوض مكان الاطباق وكده، عشان طبعا في ناس بتتفرج معايا على الفيديو وفي ناس ممكن تقرف من المنظر. لان انا اعرف ناس يعني اعرفها معرفة شخصية مش بتحب غسيل المواعين ده بسبب موضوع الاكل اللي بيبقى في الاطباق والحاجات دي.
فاهمين؟ بس والله يعني اللي بيحب المطبخ وبيحب المواعين هيحس ان الموضوع بالنسبه له عادي، يعني انا بحب انضف، يعني انا بحب الحاجه تتوسخ عشان لما انضفها اشوفها وهي نظيفه كده، فاهمين قصدي؟ غسلت بقى البايركس بتاعي دوت وحطيته كده على جنب لغايه لما احطه في مكانه يعني مع بقيه الطقم. وكان فاضل كام معلقه وشوكه كده في الحوض، قلت بقى ايه ان انا اغسلهم كده وبعد كده بقى ابتدي ان انا اشطف اللي انا كل اللي غسلته. انا في العادي اللي بغسله بشطفه اول باول. تمام، بس يعني ساعات كده بكسل بقى ان انا اقعد اشطف وادعك واشطف وادعك، فساعات بركنهم كده جنبي وبعد كده اشطفهم لما بكون بستعمل صابون سائل. لكن لما اكون بستعمل صابون بلدي، يعني لما اكون بغسل بالصابون البلدي لازم بشطف الحاجه أو يعني بعد ما ادعكها على طول لازم اشطفها. ليه يا ام نورسين بتدعكيها على طول وتشطفيها؟ لان الصابون البلدي لما بيقعد شويه كده في الاطباق ولا في الالومنيوم، لما بسيبه كده في الألمونيا ولا في الأطباق بيبقى يعني بحسه بيلزق كده وبيبقى محتاج ان انا ادعكه تاني عشان خاطر احس بالنظافة بتاعته. لكن لما بيكون صابون سائل لا عادي بدعك بيه وبسيب كده لغاية لما اخلص كل المواعين وبعد كده اشطف اول باول كده بقى، فاهمين قصدي؟ هنا بقى ابتديت ان انا اشطف كل الكوبايات وغسلتها وخلصتها كلها. وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. الخطوة الجاية بنات، انا بحب احط يعني لما اكون هغسل الحوض والرخام وكده بحب احط شوية رابسو اوكسي كده زي معلقة كده وعليهم شوية صابون سائل بيدوا ريحة كده للرخامة ونظافة كده وتلميع يعني للحوض، بتبقى حلوة جدا. ازودهم بس شوية مية وبعد كده ابتدي ان انا اغسل بقى ايه الحوض بتاعي. وساعات كمان بدعك يعني الحوض لما بحسه اسمر شوية من الشاي، يعني لما بتكبي فيه تشطفي بقى الكوبايات بتاعت الشاي وكده بتحسي الاستانلس بقى لونه غامق شوية، فبدعكه الاول كده بدعكة بالصابون البلدي، يعني برجي الصابون البلدي في السلكة الناعمة اهم حاجة عشان تلمع معاكي. الاستانلس والالومنيوم والحاجات دي بتحب السلك الناعم. بدعك كده بالصابون البلدي والسلك الناعم عشان الحوض بتاعي يدي لمعة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بعد ما دعكته اداني لمعة حلوة كده للحوض واداني النظافة كمان. بعد كده بقى هبتدي ان انا ادعك الرخام بتاعي. ونشوف بقى فقرة الرغاوي، هفضي كده الرخامة بتاعتي وبحب احط بتاعة المعالق كده في الحوض عشان برضو اديها شطفة كده يعني ايه حلوة كده عشان لو في مية في العلبة من تحت ولا حاجة ما تعملش مية سودا كده ولا ريحة ولا اي حاجة. فقرة الرغاوي اللي كلنا بنحبها. آه تفضلي بقى كده تحطي في صابون وتدعكي تحطي في صابون وتدعكي عشان خاطر تشوفي الرغاوي كده وتحسي بالنظافة وتشمي ريحة كمان الاوكسي كده، يخلي معاكي الدنيا زي الفل والمطبخ بتاعك زي الفل. جبت بقى المساحة اللهلوبة بتاعتنا بتاعت الرخام والازاز دي جميلة يا بنات والله، مش بتخلي ولا نقطة مية على الرخامة، بتنشف الرخامة تنشيفة عميقة يعني، فاهمين؟ مش بتخلي حتى نقطة مية كده تحسي ان انتي في حاجة، لا يعني في مية ولا انتي كنت لسه غاسلة الرخامة، لا الرخامة دي ناشفة لكن ما جاش عليها مية خالص. بجيب بقى كوباية كده وهكب بيها مية على الرخامة عشان طبعا نشيل الصابون والربسو اللي احنا لسه داعكين بيه ونديها شطفة كده حلوة. اهي دي بقى بتاعت المعالق الكبيرة، انا بحب اشطفها كده واغسلها واحطها كده على جنب وابتدي بقى ان انا ارجع ارص الحاجة بتاعت الرخامة تاني، علبة المعالق بتاعتي والبلانشة بتاعت التقطيع والكوستر ده، ونبتدي بقى نرص الحاجة بتاعتنا كده ونخش على الرخامة التانية اللي هي على طول بيبقى مليانة بقى حاجات كده وبرطمانات والكتل وحاجات كده. اللانش بوكس بتاع نورسين انا بحطهم كده على الرخام عشان الصبح يعني يبقوا باينين معايا. والعلبة دي فيها البقسماط اللي انا كنت عاملاه في الفيديو اللي فات. لو يعني ما شفتيش الفيديو تقدري تخشي على القناة وتشوفيه، كنت عاملة عيش فينو وكنت عاملة بقسماط اللي هو بديل الفايش يعني، وكنت عاملة كنت عاملة ايه تاني يا ام نورسين، وكنت عاملة بتبة جبنة، يعني كنت عاملة ايه 3 وصفات كده حلوين واقتصاديين. دعكت طبعا الرخامة برضو. الرخامة دي اكتر رخامة بحاول ان انا ادعكها على طول لان طبعا بيجي عليها بقى شاي، ما كان ما بنعمل شاي ونسكافيه قهوة اي حاجة كده بستخدمها بتكون على الرخامة دي اكتر يعني.
لان الرخامة التانية مش بقدر استخدمها لان البوتاجاز جنبها على طول، فيعني دي بتبقى قدامي على طول. برضو هبتدي ان انا اغسل كده، وغسلت حتة السيراميك كده اللي فوق ديت عشان خاطر بيطرطش عليها بقى اي حاجة من خلاط، اي حاجة بعملها على الرخامة بتبهدلها اول باول، او بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. لو في فيديوهات معينة يا بنات عايزيني اعملها لكم واكتبوا لي في الكومنتات كده، وان شاء الله كده يعني يحيينا ربنا يا رب ان شاء الله. ولو في ايدي ان انا اعملها هعملها على طول. انا سايبه العلبه دي عشان البنات بيحبوا البقسماط دوت كده، ساعات بيخشوا ياخدوا كل واحد واحده كده. والورق الفويل بقى بتاع البوتاجاز ده بقاله كده بتاع اسبوع، هو مش متوسخ، بس يعني ايه، حبيت ان انا اشيله. لما كنت غالية اللبن كان فاير كده على البوتاجاز وكان نشف يعني، فقلت بقى لا اغسله واغير كمان الفويل بتاع العيون، وانضف البوتاجاز كده تنظيفه كويس. كان في هنا حاجة من اللبن بتهيألي اللي هو كان فاير او حاجة كده، حكيتها حكة بسيطة كده بالسكينة، وبعد كده شلتها لان انا طبعا مش حاطة مذيب دهون ولا سبته يبوش ولا اي حاجة، انا بدعك على طول. لان هو مش متوسخ قوي زي ما انتوا شايفين، بس برضو محتاج ايه يعني ايه تلميعة كده حلو. وزي ما قلت لكم كنت قايله لكم في فيديو قبل كده يا بنات، لما عايزه البوتاجاز بتاعك يفضل بعد ما تغسليه بيلمع كده، بتجيبي اي منديل وايبس وبتمسحي بيه، او ميه بخل، يعني تكوني مثلا عامله بخاخه كده فيها خل، تحطيها وبقماشه ناشفه كده، تروحي مسحه البوتاجاز بتاعك هتلاقيه بيلمع، وهيفضل معاكي يلمع كده لغايه لما يتوسخ تاني. هنا بقى غيرت الورق بتاعي الفويل بتاع العيون وحطيته، بس هو اللي كان بيضايقني يعني الحتت اللي هي بتاعت الاشعال ديت، لما باجي اخرمها وساعات بتبقى في عيون كده مش شايفاها. وكده ركبت العيون كلها، وهجيب كمان الحوامل غسلتهم وشطفتهم كده، وهبتدي ان انا اركبهم. وبكده فيديو النهارده يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. اتمنى يا رب تكتبوا لي كومنت حلو كده، وهستنى منكم تعليقات ولايكات كتير. مع السلامة.